السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم معايا في قناه حلويات صفاء. كنتمنى دائما تكونوا بخير وعلى خير، اموركم كلها مزيانه. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشارك معكم واحد الشهيوه سهله ماهله بالزربه كتحضر، خصوصا هكا في النهارات اللي كنكونوا عيانين ما فينا ما نطيبوا، خصنا شي حاجه بنينه وسخيخه، خصوصا في هذا البرد هذا اللي بدا كيتحرك. فهانتينا وجدي معايا هاد الوصفه هذه، ما غاديش تاخذ لك الوقت بزاف وما غاديش طيبي بالوقوف في الكوزينه. غادي تاخدي واحد الاناء ديال الطحانه ولا الكاس ديال الطحانه، كديري فيه 4 ديال الدراسات ديال الثومه، شويه ديال القزبر مع المعدنوس وطريف ديال الليمون مرقد. عرفتوا شي هذا الليمون هذا عندي تقريبا من شي 4 سنين هذه باش انا مرقداه، واعر خاطر مع راساتو. المهم كنتبلو بالملحه اللي بزار، سكينجبير، خرقوم وشويه ديال التحميره، وكنزيدوا عليهم نص كاس ديال الزيت البلديه او زيت الزيتون. بالنسبه للعطريه ولا بالنسبه للتوابل فانا درت معلقه صغيره من كل حاجه. غادي نزيدو من بعد ما كنطحنوا كلشي، غادي نزيدو 3 ديال المعالق كبارين ديال لاصوص طوماط او لا طوماطي فريت او لا صلصه الطماطم. ممكن تستعملوا مطيشه ناتورال او لا ممكن تستعملوا معلقه صغيره ديال المطيشه ديال الحك، وكتزيدوا عليهم واحد نص كويس ديال الماء وكتخلطوا مزيان. هاد الشرموله كناخذوها وكنشرملوا بها في خيطات ديال الدجاج. انا بالنسبه ليا هنايا استعملت في خيطات ديال الدجاج، من بعد ما كنكون بطبيعه الحال غسلتهم وفلحتهم كنشرملهم. ممكن نتوما تستعملوا مثلا الدجاج هكا طراف ديال الدجاج، ولا ديروا الدجاجه كامله تحلوها على الظهر وتفلحوها وتشرملوها بنفس التشرميله وديروها. المهم تيبقى لكم نتوما على حسب افراد ديال الاسره اللي عندكم وعلى حسب كل واحد واش متوفر عنده. المهم تناخذ هنايا واحد الاناء ولا واحد لاطافين، غادي نطيب هاد الفخيدات ديال الدجاج. كندير فيها واحد التفريشه ديال البصله، خديتها عندي بصله كبيره خديتها وقطعتها هكا جنيوحات كنفرشها، وكنزيد واحد التفريشه ديال البطاطا اللي كناخذها كنقيها وكنقطعها دوائر اللي كتكون السمك ديالها متوسط. داك الشرموله اللي كانت بقات لنا غادي نزيدوها هكا من الفوق، غادي نكبوها من الفوق ونستفوا الفخيدات ديال الدجاج اولا الدجاج، المهم على حسب كل واحد وشنو غادي يدير. بالنسبه هنايا انا في الوسط كان بقى لي واحد شويه ديال الوسط هكا خاوي، قلت ندير شويه ديال البروكولي كان عندي في الثلاجه فهكا ضفتو. اما عاده فانا كندير غير الدجاج مع البصله مع البطاطا وزويدنات، هذه هي اللي كندير انا. ولكن كيبقى الطاجين هذا اختياري، ديروا فيه اي خضره كتعجبكم. المهم كنزيدو زويدنات، هادو زويدنات بلديين ديال الدار مصوبين في الدار، كنزيدوهم هكا شويه، وكنزيدو واحد شويه واحد الخويط ديال الزويته بلديه. وكذلك البنات داك شويش ديال الشرموله اللي بقات لنا من الفخيضات نزيدو عليها واحد نص كويس ديال الماء، كتخلطوه كلشي كتكبوه في هذاك الصينيه ديالكم، كتغطيوها ببابي الومنيوم، كتدخلوها الفران اللي كيكون ديجا مسخن على 250 درجه، النار كتكون لتحت والفوق، وتنخليوها تقريبا ساعه. اخر 5 ديال الدقائق كتزولوا داك البابي الومنيوم، كتخليوه داك شويه يتحمر هكا من الفوق داك الدجاج صافي، وكتقدموه بالصحه والراحه. كيجي عاقد وخاتر في الزويته ديالو هكا واقف، كيجي من اروع ما يكون ولذيذ بزاف. كنتمنى فعلا انكم تجربوا هذه الوصفه هذه، اكيد غادي تنال الاعجاب ديالكم وديال افراد الاسره ديالكم، لا الصغير ولا الكبير. وإلا شفتوا بان هذا الفيديو هذا وهاد الوصفه هذه كتستحق التشجيع، فما تنساوش تخليو معكم واحد اللايك والاشتراك كذلك في القناه مع تفعيل الجرس باش هكا دائما يوصلكم كل جديد. شكرا لكم بزاف، نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو القادم، مع السلامه.